هي ستفرج، لكن إن تأخر الفرج فلأن الله أحب سماع صوتك ومناجاتك وطرقك للباب، ولأن لك منازل في الجنة لن تصلها بصلاة ولا غيره، ستصلها بالصبر على الهم وبمناجاة رب العالمين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. من قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا من دعاء الكرب، إلا استجاب الله دعوته ودعاءه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة عيشي حياتك مع أم علياء. الفيديو النهاردة هو تشجيعي، طبعا إن شاء الله بإذن الله تتشجعي معايا وتستفادي، ولكن حسيت النهاردة وأنا جاية إن أنا عايزة أعمل فيديو. معظم التعليقات في الفترة الأخيرة ناس تعبانة، ناس عايزة اللي يحس بيها، ناس عايزة اللي يفكر معاها إزاي تصبر على الحياة وعلى الوضع اللي احنا فيه كلنا، سواء كان البلاد اللي فيها مش مستقرة، سواء كانت البلاد اللي فيها غلا، كل أنواع الناس على مختلف أنواعها وبلدانها بتعاني. أيوة كلنا بنعاني، كل واحد بيعاني بدرجة معينة، في بقى من درجة بقى من 0 لغاية 10 بقى، عدي بقى في الدرجات. المهم في الوقت ده ايه اللي ممكن يفيد الناس؟ وصفة تنظيف؟ طيب وصفة طبخ؟ طيب ايه اللي هيفيد الناس؟ الناس زهقانة من الحاجات دي، الناس عايزة اللي يعبر عنها، الناس عايزة اللي يفهمها، الناس عايزة اللي يقرب منها، الناس عايزة تفتح فيديو فعلا وتلاقي حد بيتكلم وحاسس بيها. عشان كده قررت النهاردة في الفيديو ده، وهو اصلا معظم فيديوهاتي كده تقريبا، ولكن حسيت ان انا عايزة يبقى كله بتكلم فعلا عن ازاي نصبر. وحط دلوقتي قدامكم تعليق، حتى انا رديت على صاحبة التعليق قلت لها ان شاء الله هرد عليك النهاردة في فيديو النهاردة. لقيتها بتقولي حبيبة قلب أم علياء، ممكن تكلمينا عن الرضا بصفة عامة وازاي نرضى بقى بالعيشة اللي احنا عايشينها، تتكلم بقى عن الدخل بقى مع الغلا اللي احنا فيه، ازاي نرضى ونمشي حياتنا وكمان نوفر. بصي خلينا نوفر دي على جنب، انتي اصلا لو قضيتي حالك ومحتالك وحياتك كده ودخول المدارس، واكيد في مصروفات للمدارس غير الاجازة، يبقى انتي كده تبارك الله 100 الحمد لله. توفري إلا إذا كان دخلك معدي ومعدي ومعدي، فهتقدري ماشي المفروض أصلا توفري في الحالة دي. ولكن لو قدرتي فعلا إنك بيتك يتقضى الحمد لله تمام يعني بصي مش عايزة أقولك مرتاح، حتى بالوسط وبما يرضي الله كده، والدنيا ماشية وسالكة معاكي، فكده في الوقت ده هنرفع لك القبعة يعني. المهم يا بنات، انا في الحاله دي لقيت ان انا مش لاقيه، خليني اتكلم معاكي بواقعيه، مستنياني بقى هقولك ميزانيه واعملي ووفري وهاتي وجيبي وحطي. الحاجات دي اتكلمت عنها كتير قوي في قناتي، ازاي تجيبي الفراخ وتقسميها، وازاي تقسمي الميزانيه. وعلشان توفري، اول ما تمسكي المرتب في ايديكي لازم فورا تنزلي، ما يبيتش يوم واحد في جيبك، لازم فورا تنزلي السوبر ماركت قبل ما يطير. ومش في حاجات تافهه على فكره، هيطير المرتب منك في حاجات برضو محتاجاها، ولكن مش هيبقى يعني مترتب بترتيب الأولويات الصحيحة. أول حاجة وأولى الأولويات في المرتب إنك بتنزلي أول حاجة تجيبي خزين بيتك، اللي هو رقم 1 الأكل والشرب. بعد كده بتكوني طبعا عاينه الحاجات الاساسيه، فاتوره الكهرباء الميه الغاز، الحاجات برضو الاساسيه، وتنزلي السوبر ماركت. بعد كده هتلاقي بقى ايه، ده كان ناقص كذا في البيت، ده كنا عايزينه، يا ده انا كنت مستنيه اقبض عشان اجيب كذا. فالحاجات دي لو انت ما نزلتيش جبتي خزين بيتك بسرعه، هتلاقي الحاجات اللي انت كنت محتاجاها فعلا، مش بقولك مش محتاجاها، جبتيها، وبعد ما جبتيها المصروف بتاع البيت اثر معاكي ومش عارفه تكملي الشهر مظبوط. علشان كده الحاجات الخطوط العريضه اتكلمت فيها، وفي كذا فيديو بيتكلم عن الميزانية وازاي ان انا اظبط حياتي كلها، والصدقة طبعا، وكل ده اتكلمت عنه. ولكن انا هتكلم بقى في الفيديو ده يعني بما يوافق الواقع الحالي اللي احنا عايشين فيه. الوضع بيقول في آية أول من القرآن بتقولك إيه، يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ابتلاء يا بنات اللي هو الغلا، او ابتلاء نقص الثمرات او نقص الاموال،
بيكون بدرجات ما بين الناس. مش لازم انك تبقي مش لاقيه خالص وعايشه في مجاعه يبقى عندك كده نقص، لا، ممكن تبقي عايشه في مستوى معين وبسبب ظروف ما بقى عندك نقص في ليفل المعيشه بتاعك، فهو ده يبقى برضه هنا ايه؟ ابتلاء، ولا ده مثلا حاجه كده حاصله بسبب حد هو السبب اللي انا فيه؟ لا، ابتلاء. ولا نبلونكم، الابتلاء بقى عن طريق اشخاص معينه، عن طريق حاجه، المهم الابتلاء ده واقع بغض النظر السبب ايه. طالما مش في ايدينا تصليحه يبقى احنا في الحالة دي المطلوب مننا الصبر، وهو ده اللي انا عايزة اتكلم عليه. لو صبرتي هتهوني على نفسك كتير قوي المعاناة والمش لاقية والهري والنكد بقى والمعاناة النفسية، بسبب انك فعلا زي ما انت بتقولي انا ازاي ان انا اتعايش مع الوضع ده. طيب الصبر ده هيجي ازاي؟ يعني انا هدوس على زرار كده هصبر خلاص يا ام علي خلاص ماشي انا صبرت؟ لا، الصبر ده محتاج تدريب، ومحتاج تدريب نفسي. زي ما انا بصلي في الاول ولسه متعلمه الصلاه، وناس كتير بداوا يلتزموا بالصلاه، ففي الاول بتكون صعبه، فبصطبر على الصلاه وبصبر عليها لغايه ما اتعود والتزم عليها. بدرب نفسي على الصبر. الصبر ده زي ما بقولك هو مش زرار بندوس عليه، هو حاجه بندرب نفسنا عليها انها تتحمل، اللي هو حمل النفس على ما تكره. ان حاجة انا كرهاها وتعبانة منها، ولكن انا بدرب نفسي ان انا اتحمل الوضع اللي انا فيه ده. فانا ببدأ اتحمل مع الاخذ بالاسباب، مع الالتزام بتاج الذكر، مع الالتزام بالاستغفار. تاج الذكر يا بنات ليه اثر كبير جدا في تحمل البلاءات او اي بلاء بينزل عليكي. ليه؟ لان تاج الذكر بيكون حصن ليكي من الشيطان، وطالما حصن ليكي من الشيطان فما فيش بنزين بيجي على النار. يعني ايه بنزين بيجي على النار؟ يعني انا في نار وفي بيئة حلوة قوي للشيطان يشتغل عليها. انا فعلا في غلا معيشة، انا مش طايقه اولادي، مش قادره اكل، مش قادره اشرب، مشاكل بيني وبين زوجي على المصاريف، الحياه خلاص ما بقيناش مستحملين الوضع ده. فالشيطان يجيلك بقى هنا، الله ده في فرشه مفروشه وانا هدخل على طول، يعني ما فيش مش هتعب، يلا مشاكل زوجيه، سخط، عدم رضا، يا رب مش معنى انا كده، عدم رضا بالاقدار، عدم رضا باللي بيحصل. فتبدأي بقى الشيطان يتربص بيكي ويحط نار على النار اللي جواكي. طب الحصن فين بقى هنا يا ام علياء؟ في تاج الذكر. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بقولها كام؟ بقولها 100 مرة في أذكار الصباح و100 مرة في أذكار المساء. والله يا بنات لو التزمتي بالذكر ده هتتحملي مصاعب اليوم كامل، سواء كنت مش عندك مشاكل مادية، أي نوع من أنواع المشاكل تانية. أصلا ما فيش حد ما بيخلوش من المشاكل يا بنات، ما فيش حد عايش بيرفرف، والله ما فيش حد عايش بيرفرف من السعادة إلا إذا فعلا ربنا نزل على قلبك الرضا. الرضا والعقل والاستيعاب لما يحدث في زماننا، ولما يحدث من تسارع في الأحداث في فترة الأخيرة في زماننا. وإحنا الجيل اللي بيتحمل كده، وولادنا وولاد ولادنا إن شاء الله هم اللي عايشين الفترة الظروف بتصعب فيها. مش لازم تبقى ظروف مادية، ممكن تبقى ظروف حياتية واجتماعية. المهم عدم الاستقرار ده بيخليكي تتقبلي الوضع وتتعايشي معاه وتتحمليه، ويبقى الصبر سهل على نفسك، وتقدري فعلا تدربي نفسك انها تصبر على الوضع، تصبر على اللي انت فيه، علشان لا يتطرق الجزع والسخط الى نفسيتك. كل ما يتطرق الجزع والسخط الى نفسيتك كل ما هيتملكك الحزن والهم والغم، اللي هيضعفك عن العبادة وهيضعفك عن التطور، وانك تذاكري لولادك وانك تتقدمي، وانك على الاقل تعيشي بشوية طاقة تقدري تتحملي فيها الزمن اللي احنا عايشينه ده. بيجي علينا اوقات بنبقى كويسين ونقدر تبقى نفسيتنا عالية، ولو راقبتي نفسك في الايام دي هتلاقي نفسك قريبة من ربنا، وبتصلي على النبي كتير، وبتقولي الاذكار بتاعتك، ومحافظة على الصلاة وعلى السنن، وبتقرأي ورد القرآن. وهو ده الحصن الحصين ليكي، والحاجة اللي تقدري تتحصني بيها مما يحدث في زماننا ده. دايما القرآن هو التسلية الوحيدة، وهو اللي بيطيب قلبك، وهو اللي بيرطب على قلبك، وهو اللي بيخليكي تتحملي وتحسي فعلا في أمل. ده كل حاجة مذكورة في القرآن، يعني القرآن ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا حدثنا بيها وبينها لنا. فأنتي مستنية إيه تاني تحس إنك عندك سخط أو جزع؟ لا، في أمل إن شاء الله بإذن الله. ألا إن نصر الله قريب. دي كلها ابتلاءات، دي كلها حاجات ولازم نصبر، هتعدي.
يعني واخدة بالك ان احنا يعني علاقتك بالله هي المعيار اللي بيخليكي تتحملي او انك ما تتحمليش. بعد كده يا بنات بيجي بعد تاج الذكر اللي انا قلته، اللي هو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يجي بعده مباشرة يا بنات الاستغفار. مفيش حد بيتعذب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفري كتير قوي. الاستغفار بيزود الرزق فعلا، حتى لو عندك رزق قد كده قليل هتلاقي فيه بركة وهتلاقي فيه رضا في قلبك فعلا، تتحسي عن الرضا، هتلاقي الرضا فعلا بيتسلل إلى قلبك، هتبقي فيه عندك أمل، هيبقى فيه عندك بصيرة، لأن الاستغفار بينور القلب، فيبقى عندك بصيرة بالأمور، ما عندكيش جزع ولا سخط ولا عدم رضا اللي بيخليكي عايشة في نكد دايما. خلي الاستغفار، بصي يا بنات، يعني الحديث اللي ورد في الاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يعني وايه كمان؟ ورزقه من حيث لا يحتسب. لا بصي، خد الاول الحديث بيقول لك ايه؟ من لزم. ده اللي انا عايزه اقوله في الحديث، من لزم، اللي هو على طول حاجه بقت لازمه ليكي، على طول بتستغفري. ده انت احيانا ممكن تبقي بتستغفري ولسانك اتعود، فعلى طول بتستغفري، بس حاولي تستحضري في قلبك ذنوبك فعلا، وانك بتترجي من الله عز وجل ان هو يغفر لك فعلا ذنوبك، وانك معترفه انك مخطئه وانك مذنبه، علشان ده يبقى فيه الاستغفار ليه ثمره. تمام؟ فالاستغفار مهم جدا جدا انك تداومي عليه، مش ان انا ده انا النهارده استغفرت 100 مره، ايه فين بقى، مش لاقي حاجه، ده انا لحال الهم راكبني والغم. الاستغفار انك تكثري فعلا من الاستغفار، والذكر والاستغفار حتى يؤتوا ثمرتهم لازم يبقوا كتير. يعني دايما ورد اقتران الذكر في القرآن ان هو يكون ذكر كثير، ولازم يكون الاستغفار برضو تلزمي، يعني يكون كتير، واخده بالك؟ فاكثري من الحاجات دي، وان شاء الله باذن الله هتلاقي فيه برد وسلام على قلبك، وتقدري تتحملي، وربنا هيصرف لك امورك. يعني انا ما اقدرش تقولي لي اصلا يا ام علياء دخلي 10,000 ومش مقضيني، انا يا ام علياء دخلي 6,000 مش مقضيني، ما انا مش هقدر اشوف حياتك ايه وعندك ايه وعايشه ازاي وبتروحي فين وبتيجي منين. يعني حياتك من جوه تقدري ترتبيها مع نفسك، والله عز وجل هو يرتبها لك من عنده بالبركه، بالحكمه، بالبصيره، هتمشي ان شاء الله باذن الله. البانيه طبعا علشان يطلع معاكي حلو وما فيهوش اي زفرات، سواء هو او الفراخ، لازم في مصه ويتصفوا كده. هجيب معايا كده حاجه عشان اتبل فيها البانيه. هاخد علبتين من الزبادي لان ده حوالي كيلو بانيه، فياخد كده علبتين صغيرين او علبه كبيره، وهنزل عليهم بصلايه معصوره. هاخد العصير بس بتاع البصل، او ممكن تعصريه طبعا في المصفى، لكن طالما الطبق مسلطح كده فقلت ايه هصفي بايديا وانزل كده. يبقى انا خدت كده ميه البصل بس. وهاخد كمان معايا حوالي 4 فصوص توم كده مفرومين. التوم اللي هو الفريش بيدي طعم حلو قوي للبانيه، غير طبعا البودر. جبت بقى بابريكا وتوم بودر وبصل بودر وكزبره وكمون وفلفل اسود، لما حطيتش كمون وفلفل اسود والملح. ممكن تحطي شعرة زنجبيل. ولازم الليمون يا بنات، الليمون على البانيه حكايه، يعني اوعي تقولي لي ما احطش مثلا الليمون على البانيه، لا، بيديله طعم تاني خالص. والثوم لو مش حباه بلاش، ولكن يعني كفايه الثوم البودر، ولكن انا بحس بيعزز الطعم بتاعه والتست. عايزه تحطي معلقتين من الخل حطي، ولكن الزبادي حلو، هيدي طراوه حلوه للفراخ ويديها لون حلو من جوه برده. هبدا اتبل البانيه بتاعي، يعني لو قعد له في التتبيله ساعتين حلو، لو من بالليل تمام، لو 4 ساعات يبقى 100. كل ما بيقعد في التتبيله سواء هو او اي تتبيلات بيبقى طبعا افضل. هتبله واركنه على ناحيه كده، وبعدين نشوف هنسويه ازاي بطريقه سهله وسلسه وسريعه. كده تمام. نيجي بقى على الخلطه اللي انا بعمل بها البانيه. بعمله يا بنات بالخلطه اللي هي الفيجيتار اللي بيجي جاهز، اللي هو بتاع مايويه او اي فيجيتار عادي، بعمله على طول بيه مباشره. يعني في ناس بيحطوا مرحله البيض والدقيق وبعد كده يعملوه بقى في البقسماط، انا بعمله كده بيبقى اسكالوب كده وجميل. بصوا بيجمع بين القرمشه وبين الطراوه وبين حاجات كتيره، والطعم بقى حكايه، لان التتبيله بتاعه الكيس ده طبعا هي مشهوره عند الناس كلها بيجيبوها، فيها طعم حلو قوي. لو ممكن برضو يعني لو انت عدد اسرتك افراد اسرتك اقل، بتعملي البانيه بنات مره واحده
لو انت هتعملي بانيه النهارده ما تقوليش هعمل نص كيلو على قدنا، لا طلعي واعملي كله، تبليه مره واحده، وبرده اعمليه كده بالدقيق بالبقسماط مره واحده، واعملي نص والباقي حطيه في اطباق فل كده وحطيه في الفريزر، يطلع المره الجايه يبقى جاهز على طول. يعني اصل التتبيله واحده والوقفه واحده، مجهود واحد، واخده بالك؟ يبقى معاكي طبخه تانية جاهزه. طبعا اللي انا ما عملتوش بالفيجيتار ده سايباه علشان اسويه مباشره من غير اي زيت، من غير اي تتبيله اللي هي بتاعه الفيجيتار ده، وبيبقى زيت قليل جدا، ما بيعملش بقى حرحره لو القولون عندك تعبك المعده، فبيبقى صحي اكتر. بس الولاد عندي صراحه بيحبوا اللي هو البانيه بقى المقلي وكده. يا دوب كده الطاسه او الجريلا كده يا دوب عليها شويه زيت كده ممسوحين، والاتنين هسويهم في وقت واحد. طبعا حله المكرونه دي هعمل مكرونه سباكيتي كده تمام التمام. نيجي بقى على الطاسه بعد ما سخنت، نزلت فيها على طول بالفراخ المتبله او البانيه المتبل زي ما هو، واقعد بقى اقلب فيه يمين وشمال شويه كده من التتبيله، قلت يسووهم وتستوي فيهم يعني، وتقعدي تقلبي يمين وشمال وعلى نار هاديه. ولو حسيتي انها الفراخ عندك مثلا سمك الفراخ عالي فعايزه سوا اكتر، ممكن تحطي ربع كوبايه ميه وتوطي خالص تستوي فيها. انا ما حطيتش ميه لان الشويه الباقيين من التتبيله ظبطولي الدنيا يعني. وكده كل حاجه جاهزه. وطبعا عندي صلصه الطماطم موجوده في الفريزر متسبكه، حطيت كده حوالي معلقه من الثوم في شويه من الزيت، ونزلت عليهم بالطماطم المتفرزه عندي جاهز. طيب ادي البانيه بقى لونه ذهبي وبقى زي الفل. والكل لما بتسيبيه يعني مثلا ده لسه طالع من الزيت، لو سبتيه شويه مثلا نص ساعه كده وبعدين تقدميه بيبقى طري، بيبقى تحفه تحفه تحفه. ممكن تقدمي السباكيتي تقلبيها في بعضها، ممكن نعمل شكل كده في الاخر كله بيكون خلبطيطه ومنلخبطه في بعضها يعني. عايزه اوريكي بقى التسويه تبارك الله تحفه. البانيه بقى بالطريقه دي يمكن موفر جدا في الزيت يا بنات، لان الزيت غالي، وموفر كمان في انك تجيبي له بقى فيجيتار او الخلطه بتاعته اللي انا عاملاه في الطاسه اللي هو من غير اللي انا اقليه يعني. بصراحه موفر جدا، ولكن الولاد طبعا بيحبوا اللي هو المقلي. لغايه هنا انتهى الفيديو، ما تنسيش تدعميني بلايك كرما منك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.